بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد الأمين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اليوم للأسف بلغنا خبر توقيف يوتيوبر جزائري بمصر يدعى أنيس، وهذا أنيس معروف بالفيديوهات الجميلة تاعه، وأنا شخصيا من المتابعين والمعجبين بالأفكار تاعه وبالفيديوهات اللي يديرهم، هي ثقافية ومفيدة. هذا كان يعرفنا بالمسجد تاع سيدنا الحسين بالقاهرة، كان في القاهرة راح يصلي في مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه. كلمنا على الجمال تاع المسجد وعلى الحفاظ وقراء القرآن، وشكر هذا المسجد شكرا كثير، ولكن شاف ولاحظ مظهر من مظاهر الشرك، ألا وهو عبادة القبور والتوسل بالقبور. شاف يروحوا عندنا المواطنين المصريين يروحوا هذا القبر يحطوا الدراهم الكبيرة تماك ويدعوا ربي بجاه سيدنا الحسين. المهم حنا ماشي ندخلوا في الامور الدينيه نقول الشرك ولا ماشي الشرك، حنا ما يهمناش، هذا ماشي من الاختصاص تاعي انايا، ولكن انسان عبر على رايه بحريه وبصراحه. ولكن اخي، او هنا ما راكش في الدوله الاوروبيه باش تعبر على الحريه تاعك، هنا راه في الدول العربيه لا مجال لحريه التعبير، لا مجال لحريه التعبير. هادو الناس على المسجد، هادو اللي قائمين على المسجد راهم يدخلوا الدراهم الكبيره من هذا التوسل بالقبر، والدراهم راه تروح نعرفوها لما تروح لجزء ليهم وجزء للدوله وجزء لا مافيا الى اخره. حنا ما يهمناش امورهم، ولكن اخي، انسان كيكون في دوله عربيه يحرز روحه ويعس روحه. الدول العربيه ما فيها لا حريه التعبير لا حقوق انسان لا والو. وانا من هذا المنبر هذا اناشد السفاره الجزائريه التدخل في الامر. هذا مواطن جزائري، لازم السفاره تدخل وتعمل على اطلاق سراحه. هذه اولا. ثانيا، نصيحه لاخواني الجزائريين، كي تروح الدوله العربيه اللي ما فيهاش حقوق الانسان، حرزوا رواحكم وعسوا رواحكم على قدر المستطاع. تعرف باللي تما ما كان والو، لا حريه التعبير لا ديمقراطيه لا والو. تهدر تصور غير حاجه، تصور ماشي عارف لاميري يدخلوك الحبس. حرزوا رواحكم، ما راكوش في الجزائر والله العظيم اقسم بالله العلي العظيم بارابول للدول العربيه بلد الحريه والديمقراطيه. هنا عندك الحريه باش تسب، باش تقول تعبر على الافكار تاعك، تقول واش تحب، حتى واحد ما يحوس عليك. سب الدوله، سب النظام، سب روحك، تبغي تسب روحك ما كاينش يحوس عليك. ما على بالوش بك، انا بشي حاجه تاع والو يدخلك الحبس. انا هما الانسان خلوا له متنفس يتنفس منه، يعبر شويه يديفولي، يعبر على الافكار تاعه، يدلع الزعف تاعه. تما ما كان غير الحرمان والاعتداء والتسلط والاستبداد. تشوفوا الدول العربيه ما نهضروش عليها راكم تشوفوا. انا رحت للدوله العربيه اقسم بالله ما نزيد عليكم كلمه، دوله عربيه ما نقولش سميتها، خاش على نروح لها قادر يحكموني فيها. شت لقطه والله لا اشمئزيت، ندمت باللي انا عربي، ندمت صدقوني بالله، لا ندمت باللي انا عربي. انا كنت في المطار تاع الدوله هذه، كانت الساعه وقيله 3 تاع الليل ولا كيما هكا، كنا نحطوا الباراج تاعنا نعطيهم واحد الباراج يسجلهم هكا باش يديرهم في الطياره. هذاك الباراجيس من اصول ربما فلبينيه ولا هنديه ولا سريلانكيه، المهم سي ان ازياتيك. دات عينه، دات هكا غفوه تاع دقيقه ولا غمض عينيه، سماو المسافرين داروا شويه تعطل هكا. جا هذاك الشاف تاعه من البلاد، ما هضر معاه ما نوضاه ما والو، خبطه بالصفعه. نقسم لك بالله على العظيم لا الصفعه حسيت شكون ضربني انا، شكون انا انضريت في بلاصته. صفعه هكا قدام الناس، ضربها بصفعه. هذاك المسكين كي فاق حكها وكمل خدمته. إنا با ريكلامي، واش ريكلامي يطردوه لبلاده، يتم ترحيله كما يقولوا هما. شوف زعما هذه انا ما نظنش في دوله اوروبيه يضربوا الموظف بالصفعه، ما نظنش. ولهذا اخي، اخواني الجزائريين، كي تروحوا اي دوله عربيه حرزوا رواحكم، ما راكمش في الجزائر. كاين اللي عندهم الحكام تاعهم والرئيس ولا الملك، عندهم شغل الهات تعبد بمعنى الكلمه، يعبدوا الرئيس تاعهم، يعبدوا داخلينهم مع المقدسات. حكم في امورك يا خويا، ما دير حاجه ديرها ارض وتوصل بلاد ديفيزيها ولا الله يسهل عليك. راكم والحمد لله راكم في الجزائر، في بلاد الحريه وبلاد الديمقراطيه وبلاد حقوق الانسان بارابول للدول العربيه. ديال الكلمه قال لك نو فو با اكزاجيري.
بارابول للدول العربية احنا أحسن دولة عربية في حقوق الإنسان وفي الحرية وفي الديمقراطية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.